يا سيدي لكلتا السلطتين، لأنها تناست دماء الشهداء ونسيت أن فلسطين ما زالت تئن بالجراح في أحضان الأعداء. سحقا لهم لأنهم تناسوا آهاتنا ولم يحفظوا الوصية. زملائي زميلاتي، يا أحرار هذه الأرض، أيها الشرفاء، يا أبناء الياسر عرفات، يا أحفاد الشهداء، يا أبناء الأسرى والأسيرات، في هذه اللحظات ما لنا إلا أن نطلق صرخات حق ممزوجة بعذابات الأسرى ودماء الشهداء ودموع الأمهات، ونردد كلمات عشقناها ونقول يا وطن الشهداء تكامل، تماسك، توحد، لنوفي لفلسطين جزءا من حقها ونبدأ بصياغة المستقبل من جديد. وأنت يا سيدي نم قرير العين، فها هم من راهنت عليهم بالأمس القريب، يقف اليوم وغدا ليقسموا أنهم لن يسقطوا حلمك الذي رحلت من أجله أنت وكل شهدائنا. هذا عهدنا نجدده اليوم للياسين والشقاق وأبو علي مصطفى، لأبو جهاد ولفارس عودة ولإيمان حجو ولكل شهداء فلسطين دون استثناء. ياسر عرفات، اعذرني يا أبي، فبأي الكلمات أنهي وقاموس اللغة عاجزا وصفا، وكل حروف اللغة لن تعطيك حقك. أبا عمار، نرسل لك سيدي كل مساء مع ملائكة السماء العهد والوفاء، وإننا على الدرب سائرون وللوصية حافظون، وإنها لثورة حتى النصر. إخوتكم